السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. معاكم زين، متطوع في الهلال الأحمر المصري. عمرك فكرت إن تصرف بسيط منك ممكن يكون الفرق بين الحياة والموت؟ النهاردة أول حلقة من بودكاست دقيقة تنقذ حياة، واللي جايين فيه نكلمكم عن الإسعافات الأولية ببساطة ومن غير تعقيد، واعتمادنا الأساسي هيكون على دليل الهلال الأحمر المصري. طيب، يعني إيه إسعافات أولية؟ الإسعافات الأولية هي أول مساعدة بتتقدم لشخص اتعرض لإصابة أو حالة طارئة، وده قبل وصول الإسعاف أو الطبيب. يعني مش مطلوب منك تكون دكتور، ومش مطلوب منك أجهزة ولا أدوات معقدة. المطلوب بس إنك تتصرف صح في أول دقايق. خلينا ناخد مثال بسيط. شخص جنبك فجأة داخ ووقع، أو طفل اتجرح، أو حد وقع عليه زيت وهو بيحضر الإفطار. لو سبت الموقف وعدى ممكن الحالة تسوء، لكن لو اتصرفت صح انت حرفياً ممكن تنقذ حياة. حسب دليل الهلال الأحمر المصري، الإسعافات الأولية هدفها 3 حاجات مهمين. أولاً، الحفاظ على حياة المصاب. ثانياً، منع الحالة إنها تسوء. ثالثاً، المساعدة في الشفاء. وده كله ممكن يحصل بإيدك وبمعلومة صح. في رمضان بالذات بنقابل حالات زي إغماء، هبوط سكر، إجهاد، جفاف. وعشان كده طول الشهر ده كل يوم حلقة قصيرة، معلومة واحدة، تصرف واحد ممكن يفرق كتير. افتكر دايما، مش لازم تكون بطل خارق، بس لازم تكون واعي. استنونا بكرة في حلقة جديدة، وما تنساش تشارك الحلقة، يمكن توصل لحد محتاجها.